واحد السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في قناتكم سعاده ويبكم سعيد. الفيديو اليوم واحد الفيديو مهم بزاف اللي هو حسب طلب وبزاف دراري كانوا كيسولوني فيه وبغاوني ندير فيديو على هاد المساله هذه بالضبط، سواء في الواتساب سواء تعليقات اليوتيوب ومن شحال هذه. فاليوم ان شاء الله قررت اني نهضر على هذا الموضوع هذا ونسلط الضوء على تطبيقات الويب فيو. غنعرفوا تطبيقات الويب فيو شنو هما بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهمش، ونحاولوا نوضحوا شنو نقدروا نديروا بتطبيقات الويب فيو بالنسبه للناس اللي عارفينهم ولكن ما عارفين شنو يديروا بهم. ونعطيكم اكزامبل على واحد تطبيق ويب فيو صيبته ونقول لكم شنو درت فيه وكيفاش غادي يبان وشنو كاع داكشي هذا. وداك التطبيق اللي خدمت به لان ديجا كنخدم به تطبيقات الويب فيو اللي كنستهدف فيه دي نيش معينين، سواء بغيت نصايب تطبيق بالزربه فيه ولا بغيت نصايب تطبيق في واحد النيش معين وما لقيتش ليه تطبيق ديالو خاص بيه كنستخدم تطبيقات الويب فيو. وهذا الكود هذا راه متاح للبيع بالنسبه للناس اللي باغيين يشريوه بثمن رمزي وبسيط بزاف. المهم انه بنادم يبدا ويخدم. اوكي، اول حاجه تطبيقات الويب فيو شنو هي؟ كاينين تطبيقات عاديه اللي كتكون فيهم واحد الفونكسيون ولا كتكون فيهم واحد الكونتنت، وكاين تطبيقات اللي كيستعرضوا واجهه موقع بحال عندك شي براوزر، غير هو في عوض ما كتدخل ديك البراوزر كتكتب سميه الموقع كيجي هوايا هذاك البراوزر ولا هذاك الويب فيو فيه الموقع اللي غادي يخدم. بالنسبه لليوزر عادي ما هو ديفلوبر ما هو كيخدم في الريسكين ما عندوش علاقه كيفاش ما عرفش كيفاش اصلا كتشي كيتخدم، غيبان لي بانه تطبيق عادي ولكن هو فقط ويب فيو. هذه بكل بساطه وبكل اختصار شنو كتعني تطبيقات الويب فيو؟ يعني تطبيق كيعرض واجهه موقع، تقدر دير فيه موقع واحد مخصص او تقدر انك يكون عندك واحد الويب فيو برو احترافي اكثر اللي تقدر انك تخصصو بزاف المواقع وتنظم ليه المنيو ديالو ويولي يستعرض بزاف المواقع في تطبيق واحد. اوكي، بزاف دراري كيسولوني كيفاش نصايب تطبيقات ال HTML ولا العاب ال HTML في التطبيق. هاد الويب فيو هو المناسب باش تستعرض تطبيقات ال HTML في التطبيق ديالك ولا العاب ال HTML في التطبيق ديالك. باش نوضحوا اكثر غنستاليو واحد تطبيق ويب فيو اللي هو متاح للبيع اللي هو كنخدم به انايا. هذه واحد الخصوصيه كنديروا اثناء استخدام التطبيق. اوكي، نكليكيو عليها. اوكي، هذا تطبيق الويب فيو ديالنا. المهم انا ندير فيه واحد البلان وهو ملين كي معاه واحد الوجه الاول ديالو مع واحد الباج في بلوغر عندي. هذيك الباج اللي في بلوغر عندي ندير فيها واحد 4 ديال البوكس، كل بوكس فيه واحد الموقع معين تقدر انك تدخل ليه، كل واحد راه بالايقونه ديالو بالسميه ديالو والتعريف ديال الموقع شنو هو كيدير. الا جينا هنايا الجنب تقدر انك تضيف واحد لي كاتيجوري، مثلا انا ضايف الويب فيو ديالي جيمز سبورت سينما عاد فاش كاين البرايفسي بوليسي. تقدر انك بحال مثلا هاد الجيمز هادي كيديوك التطبيق ديال الجيمز HTML. انا كليكي عليه هو هذا موقع ديال الجيمز HTML. غنكليكي على شي لعبه وغنلعبها قدامكم باش تشوفوا. ديروا العب، تقول لك دور التليفون، خصنا ندوروه بحال هكا كيف ما كتشوفوا كيبان معنا البانر المرحله الاولى. اوكي، حنا غنلعبوا. المرحله الثانيه المهم نرجعوا. الا كليكيتي 2 المرات على باك كتخرج لك انك الا بغيتي كيسولك الا بغيتي تخرج. بحال مثلا كليكي 2 المرات كيسولك هذه كتطلع لك واحد الناتيف ادز. المهم تطبيق مشروع وزوين. نرجعوا مثلا للهوم اللي فيها التطبيق فيها جميع الروابط ديالك. كيف ما كتشوف هذا انتي ستيشن كيطلع فاش كتكليكي مثلا واحد 5 المرات على الشاشه كيطلع واحد الانتي ستيشن. اوكي، كما شفتوا الناس اللي باغيين يديروا تطبيقات الالعاب HTML فاهم كيفاش كيبانوا تطبيق زوين وكيخدموا بشكل مخير. سو بغيتي دير واحد النيش معين ديال لعبه وحده، سو بغيتي دير يعني مجموعه ديال الالعاب في تطبيق واحد ويب فيو هو كيدير لك هادشي هذا. فمثلا في هذا الهوم ندير واحد 4 ديال لي سورس اللي نشوفوهم. الاولى ديال الالعاب اللي هو التقنيه اللي دابا شفناه، الثانيه دراما لايف اللي هو ديال البث المباشر للكره، الثالث وهو ديال الافلام، الرابع ديال السمانه. المشكل اللي كيكون في هاد التطبيقات ديال الويب فيو
حيت كيف قلت لكم تطبيقات الويب فيو كياخذ سورس من الويب وكيعرضوا عندك في التطبيق. الا ما كانش هذاك السورس ولا داك الموقع اللي انت غتحطه في التطبيق ديالك نتايا، فغيبان فيه اعلانات. اكيد غادي يكون مول التطبيق مول داك الموقع ندير فيه اعلانات. فهذوك الاعلانات اللي نديرهم مول التطبيق غادي يبانوا عندك في التليفون. يعني اليوزر فاش غيشري، فاش غادي تيليشارجي هاد الويب فيو ولا التطبيق ديالك اللي هو عباره عن ويب فيو وغادي يخدم به، غيبداو يطلعوا ليه اعلانات في الباج اللي داخل ليها، اعلانات ديال ادسنس ولا ديال شي شركه واحده اخرى. فهنايا كيعطينا جوج المشاكل. المشكل الاول هو ان هذوك الاعلانات كيديرونجيو اليوزر. ثانيا انت ما كتستافدش منهم اصلا. يعني كيديرونجيو اليوزر وانت ما كتستافدش منهم، بحال اللي كتصايب تطبيق وكتضرب تماره وفي الاخر الارباح ديالهم كيمشيو هذاك مول الموقع اللي انت واخد الموقع ديالو حاطه في التطبيق ديالك. فهنا الحل شنو هو؟ وهو انك دير اد بلوك الويب فيو ديالك. ممكن انك دير اد بلوك وتانتيغريه في تطبيق الويب فيو، وهذا الشيء اللي عامل. قلبت بزاف على تطبيقات ويب فيو اللي يكونوا فيهم اد بلوك انتيغري، ما لقيتش. لذلك اضطريت انني نصايب تطبيق ويب فيو وندير ليه الامبليمونطاسيون ديال اد بلوك معاه. فكيف ما شفتوا معايا دخلت الموقع ديال الالعاب، لعبت وما بانت لينا حتى شي اعلان. غندخل الموقع ديال الافلام حتى هو غادي ندخل ليه غنشوفو وما غيبان لينا حتى شي اعلان. بحال مثلا هذا ديال الكره، المهم دراما لايف، قنوات ناقله، كما كتشوفوا ما كيطلع لنا الاعلان ولا والو. هذا راه فيه اعلانات هذا الموقع هذا، ولكن ما كيطلعش لنا اعلانات. هذا الاد بلوك كيمنعهم. مشيو للهوم بيج. غير هوايه راه الاد بلوك اللي مديرو انايا ماشي اد بلوك احترافي لواحد الدرجه كبيره بحيث انه غادي يمنع اي اعلان. يعني ماشي ما تقارنوش بحال الاد بلوك ديال الاكستنشن اللي تيكونوا في البراوزر مثلا بحال اليو بلوك ولا اد بلوك ولا الاد غارد. ولا هذا واحد التطبيق، واحد الاد بلوك اللي فيه واحد لا ليسته كبيره ديال لي سورس اللي كيمنعهم، ولا ديال الاعلانات اللي كيمنعهم. واحد السورس كبير، راه ملف فيه تقريبا شي 7 حتى ل 8 ميجا عامره غير بلي سورس اللي كيمنعوا بواحد الفئه كبيره. بعد الشركات المشهورين واللي كبار كلهم كيتمنعوا، كيبقاو دوك الشركات الصغار تقدر ان شي واحد يفلت منه. يعني مره تقدر تلقى شي سورس ولا شي اعلان كيبان. ممكن انك تضيف هذاك الموقع ولا دوك الاعلانات اللي كيبانوا في ذاك الموقع، ممكن انك تضيفهم من ضمن المواقع اللي كيمنعهم وحتى هو غيوليو يتمنعوا بشكل عادي. هذا الملف هذا ولا هذه لا ليست اللي كتمنع المواقع كتكون مضمنه مع الكود. فانت كتحل هذاك البروجي، كتضيف الموقع اللي بغيتي تمنعو، صافي ما كيبقاش يبانوا الاعلانات ديالو كيطلعوا. نمشيو موقع ديال موفيز لاند اللي حتى هو فيه المواقع، فيه افلام مسلسلات. كما كتشوف معايا هذا الموقع او فيه بزاف الافلام ومسلسلات كيبانوا بشكل سلس، ما فيه حتى شي مشكل، يعني داكشي عادي. ندخلوا شي حاجه مثلا هذا هو فيلم، هذه مسلسل غنكتبوا الحلقه الاولى. المهم ندخلوا هادو من السيرفر تقدر تخدم منه. هنا كتخدم الفيلم من هنايا، ها هو الفيلم كيخدم. ندوروا الشاشه كما كتشوف، ها هو فيلم خدام عادي، اللي بغى يتفرج بشكل عادي جدا. عشاني حتى الموسيقى، الا بغيتي دير تطبيق ديال الموسيقى، عندنا هذا الموقع هذا هو ديال سمعنا تيدير فيه موسيقى كما كتشوف معايا. كما كتشوف مثلا نخدموا شي اغنيه، واللي زوين في هذا التطبيق هذا هو انك الا خدمتي مثلا شي اغنيه تقدر تخرج الاغنيه تبقى خدامه عادي. هاي دخل مثلا اليوتيوب، عايشه راني داخل اليوتيوب، ولكن انفو نخدم فيديو من اليوتيوب غتحبس الموسيقى. هاي تحبست الموسيقى، فهمتي؟ خدمت الفيديو من اليوتيوب تحبست الموسيقى. فيما كتخدم شي فيديو شي مقطع صوتي، كتخدم شي اوديو في الواتساب، صافي كتحبس الموسيقى من الويب فيو. ولكن كنتي بغيتي تخدمها وتمشي تسيرفي مثلا في فيسبوك ولا
انستغرام فرع عادي. كيفاش شفتوا؟ هذه هي الفكره. انا فقط عطيتكم واحد الاكزامبل. هذه الصفحه الرئيسيه اللي كتبان لكم، هذه الصفحه الرئيسيه ممكن تكون واحد الصفحه ديال الموقع واحد ولا لعبه واحده، او ممكن دير لها بهذا الشكل هذا اللي تكون واحد لا ليست ديال بزاف المواقع. يقدر اليوزر فاش يدخل يختار شنو باغي. مثلا بغيتي دير العاب HTML، في بلاصه ما دير مواقع دير العاب HTML يجي في شي نيش معين. مثلا تقدر دير ويل بيبر، بزاف ما يدار. وعندك هاد المينيو حتى هي كدير فيها الروابط وكدير فيها المواقع اللي غادي يقدر انه يدخل لهم. مثلا يقدروا يكونوا العاب، يقدروا يكونوا متنوعين، يقدروا يكونوا مستهدفين حاجه معينه، شي تولز مفيدين، مثلا شي تولز ديال السيو يحتاجوها، شي تولز ديال الماركتين يحتاجوها الناس كيخدموا في الماركتين. عموما هاد الويب فيو فيه بزاف ما يدار، سواء نيش معين، سواء مجموعه ديال لي نيش، سواء واحد الحاجه بغيتي تخدمها بشكل سريع. مثلا واحد الحاجه ظهرات فجاه، مثلا واحد اللعبه دارت البوز ما عندكش التطبيق ديالها، قلب عليها لعبه HTML وزيد ديرها هنايا. فمثلا غير مؤخرا بهذا الويب فيو هذا ما تخيلوش شنو خدمت به نيش ديال شات جي بي تي. المهم ما ندخلش في هذه المساله هذه كيفاش خدمت فيه شنو درت فيه شنو. المهم خدمت فيه نيش ديال شات جي بي تي. الفكره هنا اللي بغيت نوصلها انه هذا التطبيق ديال الويب فيو كينفعك انك تخدم دي نيش بحال الشكل سريع، وفريمون كدير كونتوني اللي مفيد، ماشي جيد ولا سبام ولا لا، كونتوني اللي يفيد، اللي ملي كيدخل ليه اليوزر كيلقى راسو انه فريمون لاقي محتوى، لاقي حاجه مفيده كيستافد منها. اكيد ما عند بالوش راه ويب فيو، هو اصلا اليوزر ما عندوش شي فكره ان شنو هي الويب فيو، عند بالو راه تطبيق هذا وكيستافد منه. سو بغيتي دير جيد، سو بغيتي تسنابي مواقع، مثلا موقع ديال الكريبتو، دير تطبيق ديال الكريبتو انطلاقا من هذا الويب فيو. بغيتي دير HTML لعبه، بغيتي دير افلام، بغيتي دير تطبيق ديال البث المباشر ديال ياسين تيفي، ديروها بالويب فيو اوتو بيلوت. غتحط موقع عندك الويب فيو هذا. لو خديتي بغيتي هذا الكود هذا، وانا كنصح اي واحد بغى يخدم يتواصل معايا باش ياخذ هذا الكود هذا اللي بروغرامي هم دير فيه الاد بلوك، حيت هو اللي غادي يخدم لك. حيت ما كانش عندك ويب فيو بلا اد بلوك ما غاديش يخدم لك زوين، ما يخدمش لك زوين. لذلك خاصك ويب فيو باد بلوك. فهذا ويب فيو احترافي متقدم في اد بلوك، اعلانات في السيرفر، المنيو كتعدلها في السيرفر. تقدر انك دير مثلا تطبيق ياسين تيفي، وباش تتفادى هذيك البلان انه يسد لك الكونت ولا يسد لك، المهم ماشي تتفادى 100%، ولكن على الاقل غادي تهرب فاش يكونوا الماتشات كتحكم فيه من السيرفر، كتضيف الموقع اللي غادي يبين لك الماتشات. ينفو يسالوا الماتشات، حيد الموقع وخلي التطبيق ديالك عادي في اخبار ولا فيه شي حاجه. فهنا التطبيق ديالك يقدر انه يطول بواحد المده طويله بهذاك النيش ديال الكره بلا ما تلقى حتى شي مشاكل. ولا على الاقل فاش الا تسد لك التطبيق ولا يسد لك حتى الكونت الله يستر، غتكون لقى راسك انك دخلت منه فلوس محترمه. الدراري اللي معنا في الجروب راه ما نسيتكمش، راه هاد الكود هذا غادي يتحط في الجروب فابور، تقدروا تيلشارجيو، وغادي كل مره تقريبا غيكونوا شي 3 حتى 4 الفيديوهات على هاد الكود هذا شنو نقدروا نديروا به. كل مره غنخدموا ندير بروجي فودي وافكار باش نطلعوا تطبيق زوين محترم احترافي بهذا الويب فيو هذا، ونبارطاجي معكم جميع لي تكنيك وجميع المهارات وجميع لي ميثود اللي تستخدموهم في هذا النيش ولا في هذا الستايل ديال تطبيقات الويب فيو، سواء من نجيبوا لي كونتوني، سواء كيفاش تخدموهم، سواء كيفاش تخدموا بلوغر ديالكم مع الويب فيو، بزاف الحوايج. وبالنسبه للدراري اللي كيسولوني كيفاش تقدر انني ندخل معكم في الدوره هذه، فراه البلان سهل. انفو كتخلص الفلوس ديال الدوره اللي هما بالمناسبه راهم بساط وماشي ثمن اللي صعيب ان الواحد انه يتونجاجي به. راه مبلغ بسيط انك تستثمر في حاجه هتفيدك بالتشكيل هذا. من بعد كتصايب واحد الكونت في بلاتفورم vika.com اللي هي بلاتفورم روسيه بحال الفيسبوك وحسن من الفيسبوك، المهم خدامين هنا مزيان. وانا بعد ما كتصايب كيعطيني البروفايل ديالك، كنضيفك في الجروب وكتبقى معنا في الجروب. اي حاجه جديده غتلاح معاك. عندك الدوره كامله احترافيه من واحد باقي مبتدئ في الانفورماتيك بصفه عامه حتى الواحد اللي ديجا خدام في الدومين، غتفيدو الدوره بشكل كبير. عاد باش من بعد كل مره كنبارطاجي
اكواد سوس، كنبارطاجي دي استراتيجي، كنخدم مع الدراري شي حوايج. الا كانت شي حاجه بانت جيزه في الدومين كنشرحها. المهم خدامين وباقي خدامين ان شاء الله. اللي محتاج بزاف المعلومات واللي باغي يدخل يتواصل معايا في الواتساب، راه النمره ديالي غتبان معكم هنايا، غتلقاوها في الديسكريبسيون. نشوفكم ان شاء الله فيديو جاي، واللي باغي يشري الكود يتواصل معايا في نفس النمره هذه. طلع